كل حاجه. لا العسل بتاعي غير اي عسل، عسل بتاع العسل مش زي اي عسل. انا ماشي. النضاره شباري. هاخد منك طبق البطاطا واديك برطمان عسل. ماشي. الرجاله في مصر كلهم ما شاء الله بيحبوا العسل. شهيد عمر يا ابنك. منين؟ شهيد عمر. ابو الشهيد عمر. لا والله ما شاء الله عليك مسيطر. لا ده ربع كيلو عسل موالح مش موجود في مصر، هو عسل مصري بس مش هتلاقيه في اي حته. هتاخده يرفع لك المناعه، فيه نسب مضادات اكسده، فيه فيتامين سي عشان البرد والانفلونزا. صلي على النبي. بقول لك ايه اللي بيرفع تسلم مصر وعيش مصر. احلى مصر والله. خد يا باشا. بطاطا يا جماعه من افخر الانواع على النيل مباشره. بصراحه يعني ما جربتهاش بقالي كتير جدا، وحاسب عشان ما تموتش فيه بقى في عربيات في عربيات. واو. ننقل بقى التجربه لمستوى تاني خالص، ان احنا نخش على محل جزاره زي اللي هناك دوت. الناس دي احنا ما نعرفهاش. هنحاول نبدل كيلو لحمه بعسل صدر. طبعا قيمه عسل الصدر لوحده حوالي 1000 جنيه او حاجه، كيلو اللحمه تقريبا سعره في حدود 500 جنيه او حاجه زي كده على اخر حاجه سمعتها. فاحنا هنجرب نخش جوه، بس الواحد مقلق شويه شويه صغيرين مش قوي يعني، عشان خاطر موضوع السنج والمطاوي والسكاكين ربنا يستر. يلا بينا. مقلق شويه صغيرين يعني، ربنا يستر. هنحاول نشوف المعلم مين ونخش عليه، لان هو ده اللي هيجيب لنا الخلاصه. يا اسطى الناس الراجل معاه مع ناس كتير، مع ناس كتير والله، مع ناس كتير. السلام عليكم. ومين صاحب المكان هنا؟ اقول معلم طارق. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، احنا عندنا فكره كده ان احنا عايزين نعمل نظام مقايضه، نديك كيلو او ناخد منك كيلو لحمه ونديك بداله عسل. توافق ولا ما توافقش؟ على فكره قيمه العسل والله غاليه مش رخيصه. انا من الاول على فكره خايف اخش عليك عشان سجنك بقى والمطاوي وبتاع. دلوقتي يا جماعه ده اول واحد يقول لا، يمكن عشان هو مش مستوعب ان في عسل غالي يعني هو الراجل اول ما قلت له عسل قال لي لا. انا احترم ده جدا، بس قشطه. نشوف اللي بعده. عربيه كبده في ميدان الجيزه، ناكل لنا سندوتشين ونروق على حالنا ونشوف الراجل هيرضى ولا لا. تعالى تعالى. مكتوب الرغيف ب 12 جنيه. لو سمحت يا باشا كنا عايزين سندوتشين كبده، 4 سندوتشات كبده 2 و2. بس بقول لك ايه، انا معيش فلوس. انا هديك عسل. انا فاكرك كان انت بتاع الامارات او حاجه زي كده. بتاع ايه؟ كنت بتعمل عسل في الامارات. ايه ده عارفني ده. حصل بس انا كنت هعرض عليك نظام جديد. هقول لك هاخد الاربع سندوتشات كبده واديك برطمان عسل بدلها. ماشي انا موافق. شوف العسل هيعجبك ولا لا. موافق على دي؟ كويس بس اهم حاجه. والله انت وذوقك بقى، انت هتشوف وقول لي. بس لو يمني يبقى تمام. لا يمني ما وعدكش. يمني انا مش معايا يمني دلوقتي، بس هو جاي. الايه؟ لو مصري عندي عسل مصري، معايا عسل لا مصري. عايز حاجه على ذوقك بقى، مش مشكله اي حاجه. عسل موالح